سعيدة. تسويق البلدي من جديد بعد العيد. كل سنة وانتم طيبين. الجمعيات بعد رمضان خلاص خلصنا توزيع شنط رمضان، وفي العيد خلصنا الكساء ولبس العيد، وخلصنا أنشطة توزيعات العيد ورمضان. هنعمل ايه بعد كده؟ اصلا كده لو فضلنا كل سنة طول السنة بعيدا عن رمضان، شهر الخير والتنمية، ولقينا ناس بتساعدنا وحب الخير والثواب اللي بيزيد، بيلاقي فيه بوشنج في عملية الدونيت والتبرع. طول السنة في ناس محتاجة، وطول السنة الأكل شغال، وطول السنة اللبس مطلوب، وطول السنة الدعم الطبي محتاجينه، وطول السنة أنا عايز تبرعات، أنا عايز فلوس، أنا عايز تبرعات، أنا عايز فلوس. غيروا المفهوم شوية، خلينا نوصل لمرحلة اللي بيعلم صيد السمك أحسن من اللي بيوزع سمك، لأن السمك هيخلص، صيد السمك مش هيخلص. يبقى وفي الفترة الحالية مع ظروف الحرب المواتية او اللي شغاله، فكروا في تعليم الاستدامه. ازرعوا اسطح، دوروا مخلفات، تعلموا حرف يدويه، امحوا محو اميه رقميه، اعملوا محو اميه زراعيه. خلي البيت منتج، خلي المنطقه اللي حواليك مش مستهلكه، خليها منتجه. زود الارشاد، زود الوعي الثقافي لكيفيه توفير المورد المالي من مكانك، مش لازم يبقى تبرع. خلي الجمعيه عندك تحقق الاستدامه من خلال مشروعات تنمويه. اقف من عمليه انا عايز اي نيد، بلاش ده، لكن وري الناس اثر بامتداد المشروعات التنمويه، مش اثر هيقف بوقف التبرع. مهم جدا المؤسسات والجمعيات تبتدي تتحرك بشكل تاني. مهم جدا ان انت تبتدي تتحرك بشكل فيه استدامه. مهم جدا يبقى تسويقك مبني على حقيقه ملموسه، مش على تبرعات. تاني كده اللي هو ايه ده بقى ان شاء الله. آه، النظره الضيقه دي وسعها، وبص ان في تعليم لازم اعمله، في حرفه ممكن تجيب فلوس، في زرع ممكن يجيب فلوس، في اعاده تدوير ممكن تجيب فلوس، في صناعات تكميليه ممكن تجيب فلوس. دي هتساعد على زياده التبرع ليك، وزياده توفير المنح ليك، وزياده توفير الرعاه ليك، وزياده ثقافه الناس ان هي تشارك معاك ما بين متطوعين ومفكرين وداعمين ومؤثرين وغيرها معاك كجمعيه ومؤسسه. غيروا الكيان، خلي المؤسسات ذات تنميه مش ذات جمع تبرعات بس. خلي ده يظهر جنب ده. التسويق البلدي العوف عليك.